يا لطيف الطف، يا لطيف الطف يا أخي. هو واحد يأخذها بالعقل 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 بالعقل، ماش نجلس يعني على ما احنا يعني مترسين على ما احنا. يا أخي تمام، قالوا عنا أصل العرب، من هم المؤرخون؟ طيب، وكل إنسان له زمان، وكل وقت له زمان، وكل دولة تأخذ زمانها، وكل أيام تختلف، وطول السنين تتغير. خلاص قالوا عننا هذا، نحن أهل اليمن أهل الحكمة والأهل الإيمان، والإيمان يماني والحكمة يمانية. طيب يا أخي، الرسول قال هكا يا أخي، بالعهد حقهم، هي عهد السيوف وعهد الخيول، عهد ما خلص قد احنا خلاص. والمؤرخون قالوا عنا أصل العرب. خلاص يا أخي، أصل العرب القدامى الأولي في زمان أصل العرب. خلاص ايش نعمل بها أصل العرب الحين بالوقت الحالي؟ خلاص يا أخي، احنا كانوا حكماء في أيام زمان، كان لهم الحكمة، كان خلاص سموهم أصل العرب، وكان لهم الحكمة. قال أهل الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد، الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأهل الحكمة وأهل حقيقة من زمان يا أخي. ما حنش نظل يواصل إن إحنا بأهل الحكمة جالسين نفتخر نفخر. طيب إحنا أصل العرب، مفتخرين إن إحنا أصل العرب. أصل العرب وين أصل العرب يا أخي؟ أصل العرب إحنا في حروب وفي مشاكل واصل طول السنين، من بعد الرسول مباشرة، من بعد عمر بن الخطاب، من بعد الصحابة كلهم. واليمن في حروب بعد الدولة العثمانية، واليمن في حروب العباسية، واليمن في حروب، والبلدان كلها في حروب. هذا زمان الإيمان يمان والحكمة يمانية. إذا اشتدت بكم الفتن رجعوا إلى أهل اليمن. كانت زمان هذا بوقتهم، مش بالوقت الحالي. الفتنة الحين عندنا والمصارعة عندنا. بمن تشتد الفتن؟ كان زمان عندهم في بلاد الشام، في بلاد الخليج. معقول إذا اشتد بهم الفتن يرجعوا لليمن؟ جالسين على أصل العرب. هذا زمان يا أخي. أصل العرب اليمن أصل العرب. ايش نعمل بها؟ هذا أصل العرب ايش نعمل بها؟ زمان كان زمان يا أخي. لا تنشر الهم طم التفكير هذا تنهي على من انتم، وأنتم أصل العرب. الناس قالوا بالمريخ بالفضاء عطارد بالمشتري، وأنتم أصل العرب. أصل العرب يا جماعة. ايش نعمل يا أخي بأصل العرب؟ فكروا رجعوا التاريخ. لا تجلسوا عميانا على الزمان والعهد السيوف يا أبا من الجولة.